ازاي تنكدي على جوزك وانت سايبه ايدك. ايه يا شيخ؟ وايه الفوائد من النكد؟ النكد فن، بس اختار الوقت والميعاد. ما هو من غير حبة النكد بتوعنا الحياة تبقى دلع كده وملهاش طعم. والراجل من جواه كده ساعات بيحب يبقى فيه شوية نكد علشان ما يجزعش كده والدنيا تبقى متجددة، بس هو ما يعرفش. تعالي بقى اقولك ازاي تنكدي على جوزك وانت سايبه ايدك خالص. اول حاجه هتنكدي بيها على جوزك من غير ما يعرف انك بتنكدي عليه، انك تقولي له براحتك. اسمعي مني، بيخافوا منها. يعني مثلا بيقولك ان هو نازل مع صحابه وانت كنت محضره فيلم عشان تسهروا سوا، ردي وقولي له براحتك. هيقف دقيقه مع نفسه ويعيد حساباته ويخاف من خناقه ممكن تقعد 10 سنين قدام. هنا انت بقى ضربتي عصفورين بحجر، نكدتي عليه وخليتيه ما يروحش مع صحابه وخليتيه ينفذ اللي انت عايزاه من غير حتى ما تطلبيه، وهيبقى عايز يصالحك ويفكك. وكل كام يوم كده اعملي لنفسك زعلانه ومتاثره، بتعامليه كويس بس من جواكي زعلانه. هيبدأ يراجع نفسه ويعوز يدلعك ويفكك. النكد ليه فوائد، مش كله وحش، بيبينلك ان انت غالية عنده قد ايه. يعني لما تتقمصي منه بلا سبب كده وتزعلي وتاخدي جنب وهو يجي يصالحك ويجيبلك الهدايا ويدلعك عشان ترضي عليه، فوائد دي ولا مش فوائد؟ ابن اللعيبه يا فاجر. فهيخليكوا تتصالحوا وتقربوا من بعض، وهيخليه يراجع نفسه لو بيعمل حاجة غلط علشان هيشك انك عرفتي، وهيفكر فيكي طول اليوم لانك منكدة عليه. ومش معنى كده اننا بنشجع على النكد والخناقات، لا، بس مش معنى ان في نكد في فترة كده ما بينكم ان علاقتكم بايظة، لا، ده بالعكس. النكد احيانا دليل على انه علاقتكم صحية. النكد والزعل احيانا بيقرب المسافات وبيفتح المجال للعتاب، والعتاب بيقربنا من بعض. وبعدين سيبك انت، النكد في البنات دلال ودلع والرجالة بتحب مهما اشتكوا منه او انتقدوه، اصل هم مخلوقين عشان يدلعونا ويصلحونا. مش بقولك للنكد اصول. قولولي بقى بتستخدموا النكد في ايه تاني علشان تنفذوا اللي انتوا عايزينه؟ والنكد فعلا بيجيب نتيجة ايجابية احيانا. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.